السلام عليكم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ازاي نعمل فايل ال HTML، واتكلمنا عن التاجز الأساسية زي الدوك تايب HTML اللي بتعرف البراوزر احنا شغالين ب HTML فيرجن كام، اللي هي فيرجن 5. وعندنا التاج ال HTML اللي هي اختصار لهايبر تكست مارك اب لانجويج، بس انت مش مطالب انك تحفظها خالص. عندنا الهيد والبادي. الهيد ده بيكون شايل كل الحاجات المهمة اللي هنحتاجها في الويب سايت، والبادي ده جسم الويب سايت والحاجات اللي بتظهر عندنا اصلا في الويب سايت، واي حاجة جوه الهيد مش هتظهر عندنا في الويب سايت. حلو جدا، يبقى اي حاجة نكتبها في الهيد مش هتظهر عندنا في الويب سايت، لكن كل حاجة بنكتبها جوه البادي هتظهر عندنا في الويب سايت. حلو جدا. عندنا تاج الميتا، ميتا char set UTF-8، وديت خاصة باللغة، بتدعم كل اللغات بما فيهم اللغة العربية، وأي ترميز غير اليو تي اف 8 ما كانش بيدعم اللغة العربية اللي هو اللي قبله يعني. فالفيرجن دي اللي هي أحدث ترميز، دي بتدعم كل اللغات بما فيهم اللغة العربية. تاني ميتا عندنا الميتا نيم فيو بورت كونتنت ويدز content width بيكوال الديفايس width. وعندنا كمان حاجة اسمها الانيشال سكيل equal 1.0، وديت الميتا فيو بورت دي اللي بتخلي الويب سايت يكون responsive. زي لو فتحنا هنا ويب سايت زي البوتستراب، لو جينا هنا نصغر الشاشة نخليها زي شاشة التليفون، صغرناها خالص، بنلاقي الشاشة بتظبط معانا، ما بيكونش فيه أي سكرول بالعرض. ولو جينا نكبر نخليها على حجم التابلت مثلا هنلاقيها برضه مفيش أي مشكلة بتحصل. لو كبرناها على حجم اللاب، شاشة اللاب، فبنلاقي برضه مفيش أي مشكلة. ولو فتحنا الويب سايت على الشاشة مثلا بنلاقي برضه نفس الكلام، مفيش أي مشكلة بتحصل. حلو جدا. يبقى الفيو بورت ديت خاصة بإن هي بتخلي الويب سايت يكون ريسبونسيف مع أيا كان حجم الشاشة اللي احنا فاتحين عليها الويب سايت. عندنا كمان ميتا نيم keywords، والميتا keywords دي بنكتب فيها اي كلمة احنا عايزين نعمل عليها هاشتاج. زي مثلا لو انا عامل ويب سايت وعايز ان اكتب انا مستخدم لغات ايه في الويب سايت دي، فانا بعملها جوه الميتا كيوردز. يعني ممكن اكتب هنا ال HTML وكمان ال CSS وكمان الجافا سكريبت اللي لسه هناخدهم قدام. فهنا انا عملت هاشتاج للحاجات دي، زي ما بتنزل اي بوست على السوشيال ميديا وتعمل هاشتاج لاي حد بالظبط، هي دي نفس الفكرة بتحطها في الميتا كيوردز. حلو جدا. عندنا كمان التايتل، عندنا كمان، وده بيكون تايتل الويب سايت ايا كان، ممكن نسميه ستور مثلا. طب عايزين نشوف التايتل بقى. عشان تفتح الويب سايت على جوجل في اكتر من طريقة، ومنهم اننا نروح على الفايل. احنا كنا عاملينه في الجي جوه البروجكت، ادي فايل HTML اللي احنا مسمينه index. هتدوس عليه مرتين هيفتح على البراوزر، وهتلاقي هنا ده التايتل اللي احنا مسمينه. ممكن نغيره نخليه اي حاجة تانية، ممكن نخليه مثلا my project
my project ونسيف عند البراوزر ونعمل ريلود، هنلاقيه اتغير بقى my project. عندنا كمان تاج اللينك، لو عايز اربط فايل CSS او فايل جافا سكريبت بنربطه هنا من خلال href، وبنكتب هنا المسار بتاع الفايل. حلو جدا. وممكن كمان اكتب هنا كود CSS من غير ما اعمله في فايل تاني من خلال تاج الستايل، وممكن اكتب كود جافا سكريبت من خلال تاج سكريبت. بس دي طبعا مش افضل طريقة. الطريقة الافضل اننا نعمل فايل لكل واحدة منهم، بس طبعا هنتكلم على ده بالتفصيل في ال CSS والجافا سكريبت، فده مش موضوعنا دلوقتي. طب هل انا مطالب اني احفظ كل الميتا بكل الحاجات دي؟ لا طبعا، انت مش مطالب بيهم ومش مضطر انك تحفظهم اصلا، انت بس افهم كل واحدة منهم بتعمل ايه وبس، مش مطالب باي حاجة تاني. طب هل كل ما هاجي اعمل فايل هكتب كل ده بايدي؟ لا طبعا، انت من غير ما تكتب كل ده بايدك بكل بساطة هتعمل علامة تعجب هنا وتختار اول واحدة وتدوس انتر، هيكتب لك كل ده تلقائي، وتقدر تغير من هنا التايتل زي ما انت عايز. وعندنا هنا attribute lang en ديت بتحدد ان الويب سايت هيكون اللغة بتاعته انجليزي، هيبدأ من الشمال لليمين. ممكن نغيره ونخليه AR لو احنا هنكتب بالعربي، بس احنا طبعا ممكن نغيره هنا AR لو احنا هنكتب بالعربي، بس احنا مش هنكتب عربي فهنخليه زي ما كان انجليزي. وبس كده، دي كانت محتويات الهيد. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.